الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الأمان، والحمد لله أن وفقنا أن نكون بين أهلنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم ويديم عليكم الأمن والسلام، ويبسط السلم والأمان على بقية ربوع البلدان بلدنا السودان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من مضوا وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى بأرواحهم أو كلمتهم أو سهمهم أو دعمهم، مضوا إلى ربهم دفاعا عن هذا البلد، ودفاعا عن إنسانه، ودفاعا عن مقدراته، ودفاعا عن دينه في قواتنا المسلحة، ومن ساعدهم ومن ساندهم. شكر الله لإمامنا، فقد كانت خطبة جامعة مانعة، أجاد فيها السرد وأوصل فيها الرسالة، وإن كان من تعقيب يسير يتناسب وحال وضعنا الآن فيما جاء في هذه الخطبة الجيدة المتينة، أنه أشار إشارات مهمة أن الإنسان في وضع المسغبة ووضع الضيق ووضع الشدة يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وضرب مثالا بحديث الثلاثة الذين آواهم الخوف والوضع إلى ذلك الشق، فتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بأعمالهم وطاعاتهم. فالوقفة الأولى أنهم لم يتقربوا إلى الله بكثير صلاة، ولا بكثير صيام، ولا بحج، ولا بمثل ذلك من الطاعات المعلومة المعروفة ذات الأجر الكبير، ولكنهم تقربوا بأعمال متعدية، أعمال هي تصنف من العبادات ذات الأثر البعيد، ولكننا ننظر إليها من باب العلاقات العامة بيننا وبين غيرنا. فالأول تقرب إلى الله ببره لوالدته وبر الوالدين وعلاقة الأسرة، وهذا درس أن نحسن وضعنا مع أسرتنا ومع أهلنا ومع أقاربنا. والآخر بعفته وشرفه، وفي ذلك رسالة إلى أن يفطن المجتمع في حال الأزمات والملمات والحروب إلى حال بناتهم وزوجاتهم وأوضاعهم، أين هم من كتاب الله؟ أين هم من شرع الله؟ أين هم من الالتزام بأمر الله تبارك وتعالى بذلك؟ والثالث تقرب إلى الله تبارك وتعالى بحسن تعامله مع المال، البيع والشراء والكسب، ليس بالغش، ليس بالربا، ليس بالبيع الحرام. هذه معاني نحتاجها في وضع الضيق وفي وضع الشدة، لأنها من أسباب النصر ومن أسباب الفرج. ولكن جماع ذلك كله، وهي الوقفة الثانية، أنهم الثلاثة عندما ذكروا ذلك كل واحد منهم يقول لوجه الله، قربة لله، إن فعلت ذلك خالصا لوجهك. ولعل الإمام ركز في خطبته كثيرا إلى ضرورة أمر التعلق بالله تبارك وتعالى، وإسناد الأمر لله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله تبارك وتعالى. نحن مطالبون بالاستنفار، مطالبون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مطالبون بكل ذلك. ولكن في ذات التوقيت لا بد أن نسند أمرنا وتوكلنا إلى الله تبارك وتعالى، فإنكم لن تهزموا من قلة ولن تنتصروا بكثرة عدد، ولكن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، أشكر الأخ الوالي عبد الخالق حقيقة وأهل مدينة الأبيض وبلدة الأبيض، ونحن نتجول فيها ل3 أيام، فما شاهدناه. كنا نسمع عن هذه البلدة الصاملة، عن هذه البلدة التي آوت غيرها حتى صار سكانها أكثر من سكانها الأصليين مرتين أو أكثر، أو غيرهم
التزموا أمر ربهم، دعموا جنود القوات المسلحة وكانوا خير سند. وكان حتى البعيد والقاسي عندما يسمع بصمود الأبيض ويسمع بالصياد يستقر في قلبه ثقة تامة أن هذا الأمر سيبلغ منتهاه نصرا لقواتنا المسلحة بإذن الله حتى حدود السودان. فجئنا ووصلنا ورأينا ذلك، رأينا الناس في حياتهم، رأينا الأسواق، رأينا طلاب المدارس، رأينا الحركة في كل مناحي الحياة، رأينا الجهد المجتمعي الكبير والشعب الكبير الذي ساند حكومة الولاية وساند والي الولاية في إيواء غيرهم من المستضعفين والمحتاجين، ففتحوا دورهم وفتحوا بيوتهم وهيئوا لهم سبل الحياة. أبعد من ذلك التقينا حكومة الولاية اليوم بكل كوادرها وسمعنا ما يعجب السامع أن يريد أن يسمعه، كيف أنهم بتلاحمهم مع جيشهم ومع مواطنيهم ومع شعبهم استطاعوا تجاوز هذه المحنة، حتى صرنا والحمد لله تبارك وتعالى في قدر من الأمن وفي قدر من السلامة في الأبيض في الوقت الحالي مقارنة بما سبق. ولذلك نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنا نتجاوزه عندما نمر به قبل هذه الحرب وهذه المأساة: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. حاجات بسيطة ما كنا بنشوفها ولا كنا بنعرف قيمتها. الأمن وإنك تاكل وتشرب حق يومك ده، وإنك ما عندك ضنك ولا عندك كوليرا ولا حاجة، يعني دين الثلاثة حيزت له الدنيا بس. فالناس على الأقل في هذه الأيام قد حيزت لهم الدنيا بحذافيرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هذه هي النعمة التي وجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. والله تبارك وتعالى تفضل على أهل مكة بنعمة الأمان ونعمة الإطعام من جوع، عندما قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لما أمرهم بالعبادة قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، مع أن نعم الله تبارك وتعالى كثيرة على عباده، ولكن هاتان النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم نعمة الأمن ويديم نعمة الأمان على أهل الأبيض وعلى أهل كردفان وعلى أهل السودان. نسأل الله تبارك وتعالى نصرا وعزة ومنعة لقواتنا المسلحة ومن ساندهم. نسأل الله تبارك وتعالى رفعة وعلية لهذا البلد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أهل الأبيض وأن يحفظ أهل كردفان وأن يحفظ أهل السودان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ننعم قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى بسودان آمن من أقصاه إلى أدناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.